السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، هنبدأ مع بعض النهاردة درس جديد بعنوان النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في بلدي. أول حاجة عايزين نتعرف عليها مع بعض النهاردة، يعني ايه نبات طبيعي؟ النبات الطبيعي هو اللي ربنا خلقه من غير ما أي إنسان يتدخل فيه. يعني ايه؟ يعني خلقه من غير ما أي إنسان يبدأ يحط بذرة، من غير أي إنسان يبدأ اللي هو يسقيها مية، طلعت من عند ربنا لوحدها. طب الكلام دوت او النبات دوت كان ليه لازمة من زمان ولا ليه لازمة دلوقتي بس؟ لا طبعا، ده المصريون القدماء استخدموه منذ القدم، من زمان قوي يعني. استخدموه في ايه؟ استخدموه في كثير من الصناعات، زي صناعة الأدوية والعطور والنسيج والورق ومستحضرات التجميل. ايه ده؟ وبيستخدم في ايه ده كله؟ صناعة الأدوية، ان هو يعرف يعمل تركيب الدواء لو حد تعبان. العطور طبعا مش محتاجة اللي هي تتشرح. النسيج زي الكتان، الكتان ده كان نوع من انواع الهدوم كانوا بيلبسوها. الورق زي ورق البردي اللي كانوا يقدروا اللي هم يصنعوه علشان يقدروا يكتبوا عليه. يعني ان الورق البردي ده كان بيتعمل كده من عند ربنا؟ لا، كان نبات البردي يطلع من عند ربنا، وده تعرفنا عليه في الدرس التاني وشفنا نبات البردي وهو طالع من الأرض. نبات البردي يطلع رباني، يطلع لوحده كده من غير ما حد يزرعه، فكانوا بياخدوه ويبدأوا اللي هم يصنعوا ورق. مستحضرات التجميل طبعا للملكات والبنات اللي كانت أيام المصري القديم. تنوع بيولوجي في مصر. يعني ايه معنى كلمة تنوع بيولوجي؟ تنوع بيولوجي يعني انا عندي كذا نوع من انواع النبات، عندي كذا نوع من انواع الحيوان، ما عنديش نوع واحد بس على الارض، لا ده انا عندي كذا نوع من انواع الحياة النباتية والحيوانية على سطح الارض. طيب التنوع البيولوجي كان ليه لازمة؟ اه طبعا ليه لازمة. يعني انا لو عندي نوع واحد من نبات، اقدر ان انا تاجر؟ لا. اقدر ان انا اصنع؟ لا. اقدر ان انا ازرع كذا حاجة؟ برضو لا. انا عندي حاجة واحدة بس، هبدأ ازرعها كل مرة كل مرة كل مرة، ممكن تبوظ لي الارض عندي، وغير كده كمان الاستفادة منها مش هتكون كتيرة. ما اللي انت بتزرعه انا بزرعه، فملهاش اي 30 لازمة. يبقى التنوع البيولوجي كان ليه لازمة في مصر، وعشان كده بتشارك مصر في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. طب ده امتى؟ ده 22/5، اللي هو 22 مايو من كل عام. ليه؟ عشان أوعي، أبدأ اللي أنا أعرف بأهمية التنوع البيولوجي وأهميته للبيئة والإنسان. ايه لازمته؟ يفيد البيئة في ايه؟ يفيد الإنسان بإيه؟ هنبدأ نتعرف دلوقتي ايه أهميته بالنسبة للإنسان والبيئة. وكمان لازم أحميه. ما هو أنا دلوقتي لو ما بقاش عندي ثروة حيوانية هستفيد منها بحاجة؟ لا. أنا دلوقتي خلاص الثروة الحيوانية خلصت، فمش هلاقي أي إفادة للحيوان. يبقى تمتلك مصر ثروة نباتية وحيوانية متنوعة. متنوعة ده يفيدني في ايه؟ يبقى ليها قيمة اقتصادية، تنفعني في الفلوس، اعرف اصدر واستورد، اعرف ان انا تاجر من خلالها. طب يعني ايه تنوع بيولوجي؟ لو جه قال لي في الامتحان ما المقصود، او عرف التنوع البيولوجي. هو تنوع الحياة النباتية والحيوانية على كوكب الارض. تاني، تنوع الحياة النباتية والحيوانية على كوكب الارض، وتنوع البيئات التي يعيش فيها. بيئات، اه لو فاكرين خدنا في سنة رابعة بيئة زراعية، بيئة صناعية، بيئة ساحلية، دي البيئات اللي احنا بنعيش فيها. فكل نوع من انواع النبات وكل نوع من انواع الحيوان ليه البيئة اللي بيعيش فيها. يعني مثلا لو هنتكلم عن دب الباندا، ينفع نيجي دب الباندا اللي بيعيش في التلج نعيشه مثلا عندي هنا في أسوان؟ لا طبعا. طيب نبات بيحتاج مية كتيرة جدا زي مثلا نبات الأرز، بيحتاج مية كتيرة جدا، ينفع ان انا اجي ازرعه في مكان ميته قليلة زي الواحات مثلا؟ طبعا لا. يبقى هو تنوع الحياة النباتية والحيوانية على كوكب الأرض، وتنوع البيئات التي يعيش فيها. طيب لو جي قلنا ده تنوع البيولوجي، ده تعريف التنوع البيولوجي. طب تعريف النباتات الطبيعية؟ هي النباتات التي تنمو تلقائيا، تنمو من نفسها دون تدخل الإنسان في زراعتها، دون تدخل الإنسان في زراعتها.
بنتكلم بعد كده عن النباتات الطبيعية عند المصريين القدماء. المصريين القدماء استخدموا وعرفوا النباتات الطبيعية. طب استخدموها في ايه؟ في العلاج. علاج؟ كانوا بيعملوا علاج، والوصفة الطبية اللي كانوا بيعملوها سجلوها على البرديات. ايه هو البردي؟ الورق اللي كان بيتعمل من نبات البردي، وكانوا بيكتبوا عليه. مفردها اسمها بردية، وجمعها برديات. عندي كان بردية، عندي برديتين. اول بردية اسمها ابرست، تاني بردية اسمها هيرست. يبقى البردية الاولى اسمها ابرست، البردية التانية اسمها هيرست. طب هو ده نطقها الحقيقي؟ لا، نطقها في الهيروغليفي طبعا بيختلف عن ده خالص، علشان في الهيروغليفي عندي بتكون مقسمة اساسا، لكن عشان بنسهل على نفسنا بننطقها بأي طريقة احنا عايزينها، بس بنكتبها صح. طب بردية إبرس وبردية هيرست الاتنين بيرجعوا لأنهي عصر؟ يعني معمولين في عهد أنهي ملك؟ البرديتين يرجعون إلى عصر الملك أمنحتب الأول. أمنحتب الأول، وأمنحتب الأول هو أحد ملوك عصر الدولة الحديثة، يعني من ضمن ملوك عصر الدولة الحديثة. يبقى إبرس وهيرست الاتنين بيرجعوا لمين؟ بيرجعوا لعصر الملك أمنحتب الأول، أحد ملوك عصر الدولة الحديثة. النباتات الطبيعية اللي بيستخدموها في العلاج وصناعة العطور، بيستخدموا الصمت، وده شكل شجر الصمت. بيستخدموا خروع ولوز وزيتون وياسمين وشعير وزعفران. تاني، صمت، خروع، لوز، زيتون، ياسمين، شعير، زعفران. 7 أنواع من النباتات الطبيعية كانوا بيستخدموها في صناعة العلاج وصناعة العطور. طب ثواني بس، هو اللوز والزيتون كان بيطلع عندهم كده؟ كانت نباتات طبيعية بالنسبة لهم. الزعفران ده دلوقتي بألوفات عشان خاطر نطلع شوية من الأرض. الكلام ده كان بيطلع عندهم كده من عند ربنا. يبقى تاني، صمت، خروع، لوز، زيتون، ياسمين، شعير، زعفران. صمت، خروع، لوز. خلي بالنا اللي الاتنين دول بيعملوا لهم زيت، صح؟ يبقى لوز وزيتون، وده ريحته حلوة. ياسمين. زعفران غالي جدا. وشعير وصمت، وشعير وصمت. يبقى صمت، خروع، لوز، زيتون، ياسمين، شعير، زعفران. طب ايه العوامل اللي بتؤثر في تنوع النباتات؟ ايه الحاجات اللي ممكن تخليني يبقى عندي نبات طبيعي مختلف؟ هو انا مش عندي فصل صيف وعندي فصل شتاء؟ طبعا. فصل الصيف مش فيه نباتات ينفع تطلع فيه، وفصل الشتاء نباتات تانية تطلع فيه برضو. يبقى تنوع المناخ بين الصيف والشتاء يعمل لي تنوع في النباتات الطبيعية. مدى توافر موارد المياه. في نبات طبيعي يحتاج مية، انا محتاج مية عشان اطلع، زي الياسمين مثلا محتاج مية عشان نبات الياسمين يبدأ اللي هو يطلع. لكن الصبار لا، هو ممكن يطلع من غير ما يبقى عندي مية كتيرة. يبقى مدى توافر المية عندي قليلة، متوسطة، كتيرة، من خلالها اقدر اللي انا اتكلم. طب النباتات الطبيعية والحيوانات تتوزع عندي ازاي؟ الاقيها فين؟ الاقيها في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. هو انا عندي نباتات طبيعية غير في الصحراء؟ عندي في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. طب تنمو فين؟ بصوا كده على الصورة اللي عندي دي، ده شكل ترعة. عندي الاقي زرع على الجنبين بتاع الترعة هنا، فتنمو بعض الحشائش على شواطئ الترع والمصارف. الترع والمصارف عشان عندي بيتوفر فيها مية عذبة، دي مية بنبدأ نسقي بيها الزرع. عشان كده بنقول تنمو بعض الحشائش على شواطئ الترع والمصارف. طب ليه؟ عشان عندي بتتوافر المياه العذبة وتربة خصبة. طب عندي نباتات تانية، عندي نبات وعندي شجر تاني. زي ايه؟ زي نبات الحلفة، وده شكل نبات الحلفة. وعندي أشجار زي الكافور والجميز. الكافور والجميز نباتات تطلع في المية برضه من عند ربنا، زي نبات البوس. البوس بصد. النباتات المائية زي نبات البوس. طب ايه الطيور البرية اللي ممكن الاقيها والحيوانات البرية؟ الاقي بعض الطيور زي ابو قردان. الاقي بعض الطيور زي ابو قردان،
والاقي يندر يعني حاجات صغيرة قوي من الحيوانات البرية، زي الذئاب والثعالب. الذئاب والثعالب. طب انا عندي صحاري مصرية. اه. طب الاقي في الصحاري المصرية نباتات طبيعية؟ الاقي بس فقيرة. يعني ايه فقيرة؟ معهاش فلوس؟ لا، مش معهاش فلوس. فقيرة يعني قليلة. فقيرة يعني ما بتطلعش كتير. فقيرة في نباتاتها الطبيعية. طب ليه؟ عشان أنا عندي ندرة مياه وارتفاع درجة حرارة. ندرة مياه وارتفاع درجة حرارة. ندرة مياه. مية ايه؟ مية الأمطار. أنا ما عنديش مية مطر كتير في الصحراء، فمش هتلاقي مية تزرع منها. ارتفاع درجة الحرارة عشان أنا في قلب صحراء، مفيش شجرة تضلل، مفيش أي حاجة، فالجو بيبقى حر جدا، فبيبقى عندي ارتفاع في درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف. تتميز النباتات الصحراوية بإيه؟ بتحملها جفاف وحرارة مرتفعة. جفاف وحرارة مرتفعة. يبقى النباتات الصحراوية تتحمل عندي إيه؟ الجفاف، تقعد فترة من غير مية، وتتحمل حرارة مرتفعة زي الصبار. لها جذور طويلة لتصل إلى المياه الجوفية. يعني ايه؟ انا عندي الجدر يبدأ يمتد تحت، ويبدأ يدور على مية، يدور على مية، يدور على مية، لحد ما يوصل لأقرب حاجة يشرب منها، يروح شارب مية وراجع بجدره تاني. لا، مش فاهمين. الزرعة عندي ليها جدر تحت الأرض. الجدر دوت هو اللي بيبدأ يمتص المية عشان يسقي الزرع اللي قدامنا ده. طيب، انا دلوقتي الجدر هنا ناشف، ما عنديش فيه ميه تحت. يعمل ايه؟ يطول ويتشعب ويبدأ يدور على ميه في الحتت القريبه ليه. لقيت هنا ميه؟ لا. لقيت هنا ميه؟ لا. لقيت هنا ميه، بس بعيده شويه. طب امتد، اوصل 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 لحد ما الاقي ميه، اشرب واروح راجع لمكاني تاني. دي اسمها لها جذور طويله اللي تصل الى المياه الجوفيه. زي ايه؟ زي الصبار والتين الشوكي والخروع والنخيل. يبقى صبار وتين شوكي وخروع ونخيل. الاقي كمان حيوانات برية. حيوان بري اللي هو يعرف يعيش في الصحراء، زي الجمل واليربوع والزواحف كالثعابين والغزال. يبقى جمل، يربوع، زواحف كالثعابين والغزال. بنقول على حيوانات سريعة الجري زي الغزال. طب الاقي في الساحل الشمالي. الساحل الشمالي مش المكان اللي بنصيف فيه في اسكندرية. الساحل الشمالي انا عندي البحر المتوسط فوق دوت فوق، فبقول عليه ساحل. اول حاجة البحر بقول عليه ساحل. طيب ناحية فوق اللي هو ناحية الشمال، عشان كده بقول عليه ساحل شمالي على البحر المتوسط. الساحل الشمالي على البحر المتوسط الاقي فيه عندي نباتات طبيعية. زي ايه؟ اول حاجة قبل ما نقول زي ايه، تنمو بيها النبات وتصلح لرعي الحيوانات. اعرف ان انا اجيب المعزة بتاعتي، اجيب الخروف بتاعتي قطيع عدد كبير يعني، وابدأ ان انا ادور على نبات طبيعي، وابدأ ان انا ااكل الحيوان بتاعي من النبات الطبيعي الموجود. تنمو بيها الاشجار نتيجة سقوط الامطار الشتوية. يعني ايه؟ يعني مش انا عندي فوق بحر، البحر ده انا ما اقدرش ازرع منه، تمام، لكن انا من خلال ان انا عندي مطر في المناطق الشمالية بتاعة البحر المتوسط اقدر ازرع منه. يبقى تنمو بيها الاشجار نتيجة سقوط الامطار الشتوية. مثل اشجار ايه؟ تين وزيتون ولوز. تين وزيتون ولوز. يبقى عند الساحل الشمالي على البحر المتوسط الاقي اشجار زي التين والزيتون واللوز. ايه اهمية النبات الطبيعي؟ يفيدني في ايه؟ النبات الطبيعي بعضها جزء منها يستخدم كغذاء لمين؟ للحيوانات البرية. وهنا بقى يجيلي سؤال ذكي شوية ويقول لي ايه؟ يعني كده يا ميس الاسد بياكل اعشاب؟ بياكل نبات طبيعي؟ اكيد لا. اكيد لا. هو مش احنا كنا لسه بنتكلم فيه غزال فوق؟ هو الغزال هياكل ايه غير النبات طبيعي؟ ده مثال بسيط جدا على الحيوانات البرية. عشان كده بنقول بعضها يستخدم كغذاء للحيوانات البرية، كما يستخدمها سكان البدو في رعي حيواناتهم. يعني ايه سكان البدو؟ سكان البدو دول اللي هم بيبقى عندهم الخيمة بتاعتهم وقاعدين في الصحراء، يبدأوا اللي هم
يبقى معاهم أغنام بتاعتهم ويرعوهم، فبيدوروا على أقرب حشائش، أقرب زرع، فيروحوا يأكلوا الحيوان دوت من هناك. يبقى رعي حيواناتهم. يستخدم بعضها في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل. أدوية وعطور ومستحضرات تجميل. بعض المناطق الغنية بالنباتات الطبيعية والحيوانات البرية. عندي مناطق بيكون فيها نبات طبيعي وحيوانات بري، فبنعمل فيها ايه؟ انا دلوقتي زي افريكانو اللي احنا بنروحه مثلا في اسكندرية، او الفيلم اللي موجود، مش بنلاقي فيه حيوانات ونقدر نمشي جنبها؟ اه، اهو دوت السياح بتيجي عشان خاطر تتفرج على النباتات الطبيعية والحيوانات البرية دي، ويستمتعوا كمان بجمال الطبيعة والاشكال الجميلة اللي عندي. وعندي كمان حيوانات ونباتات نادرة مش موجودة في حتة تاني، فيحبوا ييجوا عشان يتفرجوا على الحاجات دي عندي. طب أنا عندي أخطار بتهدد الحياة البرية؟ تتعرض النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في مصر لكثير من الأخطار. طب يهدد إيه؟ يهدد التنوع البيولوجي. يهدد لما اجي اشيل مثلا شجر، اشيل غابة، اشيل الكلام دوت. طب انا كده هيبقى عندي تنوع؟ لا، مش هيبقى عندي نباتات، مش هيبقى عندي حيوان. الحيوان اللي عايش في الغابة ده لما اجي اروح شايله الغابة اللي عايش فيها هيروح فين؟ هينزل لي هنا عندي في المدن، فاي حد هيروح جاي عامل فيه ايه؟ هيروح جاي قتله، فمش هيبقى عندي اي حيوان. يبقى عندي تنوع بيولوجي، هيبقى عندي يهدد التنوع البيولوجي. طب ايه اللي يهدد التنوع البيولوجي؟ ندرة المياه، ما يبقاش عندي مية، المية تبقى قليلة زي في الصورة كده. تغير المناخ، شوية الاقي الجو ساقعة، شوية الاقي الجو حر. يعني مثلا في العز الصيف اللي احنا كنا فيه، المفروض الجو يبدأ يقلب على الخريف، الجو قلب على خريف؟ لا، يبقى كان عندي تغير في المناخ. وقت الصيف يلاقي عندي شتاء، وقت الشتاء الاقي لسه عندي صيف، فده اسمه تغير مناخ. الصيد الجائر للحيوانات والطيور البرية، ناس بتطلع تمسك اي حاجة، مسدس بقى، بندقية، اي صيد، ويروح طالع لقي غزالة صيدها وسايبها وماشي. طب ده ينفع؟ لا، ده بسميه صيد جائر. البط مهاجر، بط طاير مهاجر، يروح جايب تك ضربه وموقعه. طب انت هتاخده؟ لا، انا بصطاد. طب ده ما ينفعش. التلوث الناتج عن الأنشطة الزراعية والصناعية، ده منظر يحصل لما يجي يحرق قش الرز، هيطلع لي بالمنظر ده. لما يجي يعمل دخان المصانع هيبقى عندي بالمنظر ده. فانت بتلوث لي البيئة عندي، وبتعمل لي خطر على التنوع البيولوجي. إزالة الكثير من النباتات الطبيعية، تشيل لي الغابات، تشيل لي النبات الطبيعي. طب ليه؟ عشان خاطر يزرع مكانها محاصيل. طب ما لو ملهاش لازمة ما كانش ربنا هيعملها. كل ذلك يهدد النباتات الطبيعية والحيوانات البرية بخطر الانقراض. يعني ايه انقراض؟ يعني الصبح اصحى ما لاقيهاش، خلاص كده ما بقاش فيه اي ولا نبات طبيعي ولا حيوانات بري. مما يهدد التنوع البيولوجي بالانقراض. الانقراض يهدد التنوع البيولوجي. طب يعني ايه كلمة انقراض اصلا؟ انقراض هو اختفاء حاجة ما بقتش موجودة. اختفاء ايه؟ نوع او صنف، نوع او صنف من ايه؟ من الحيوانات او النباتات بشكل كامل من الطبيعة، ما يبقاش موجود عندي تاني. طب زي ايه الحيوانات المهددة عندي بالانقراض؟ زي الفهد المصري والغزال والسلاحف البرية والبحرية. طب الدولة تعمل ايه عشان خاطر تحافظ على النباتات الطبيعية والحيوانات البرية؟ تقوم الدولة بالعديد من الإجراءات عشان نحافظ على الحياة البرية والحياة النباتية عندي في مصر. فتعمل لي محميات طبيعية. يعني ايه محمية؟ المحمية لو احنا شفنا في شرم الشيخ، رحنا دهب، رحنا الغردقة، وجينا نأكل السمك هناك، يجي يقولك ايه؟ لا، ممنوع، ممنوع ان انت تأكل السمك، السمك هنا ما بياكلش عيش. طب ليه؟ عشان دي محمية. السمك اللي عايش فيها من غير ما يخاف لحد هيصطاده، من غير ما يخاف اللي هو حد هيأكله فيأكله أكل غلط فيموت.
المحميات الطبيعية او ممكن الارض. محدش يجي مثلا في محمية يجي يقول لي ايه، انا هروح اصطاد غزالة. لا، ما ينفعش. المحمية ما بنصطادش فيها حاجة. ما ينفعش نيجي نروح واخدين مثلا وردة من النبات اللي هناك ونمشي، ده طبعا ما ينفعش. يبقى مفهوم المحمية الطبيعية ايه؟ تعريف المحمية الطبيعية هي مساحات من الارض او المياه تتميز بما تتضمنه من نباتات او حيوانات او اسماك. يبقى تاني، من نباتات او حيوانات او اسماك او ظاهرات طبيعية، او ظاهرات طبيعية. طب القيمة بتاعتها ايه؟ يا قيمة ثقافية او علمية او سياحية او جمالية. يبقى تاني، طبيعي ثقافي علمي سياحي جمالي. طبيعي ثقافي علمي سياحي جمالي. ايه الأهمية بتاعت المحمية؟ لحماية النباتات الطبيعية والحيوانات، حماية النبات الطبيعي والحيوانات والطيور والأسماك من ايه؟ من خطر الانقراض. هحافظ عليها هي ما تنقرضش، فيحظر فيها الصيد أو إتلاف النباتات. الصيد أو إتلاف النباتات. طب ايه الأمثلة اللي عندي على المحميات الموجودة في مصر؟ محمية الزرانيق، وده مكان محمية الزرانيق في شمال سيناء. ايه أهميتها؟ تعد المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا، من أوروبا وآسيا، وطريقها في الهرب من برد الشتاء. لا، مش فاهم. طيب انا عندي في اوروبا واسيا الجو بيبقى ساقع قوي، بيبقى برد قوي، الجو بيبقى شتاء قوي. طب انا اعمل ايه؟ عايز ان انا اهرب، مش عايز ان انا اقعد في المكان ده. فاروح عامل ايه في الوقت دوت؟ الطير في الوقت دوت يروح ماشي من اوروبا واسيا وجاي لي هنا على افريقيا. اول حاجه تقابله اول ما يجي على افريقيا هي ايه؟ هي محميه الزرانيق. كمان مش البرد بس اللي يخليه يمشي، ممكن ما يلاقيش ياكل. انا مش لاقي اكل، عايز ارتاح، فبرضه يجيلي من اوروبا واسيا بحثا عن الغذاء والراحة، بحثا عن الغذاء والراحة. يبقى محمية الزرانيق هي المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا، وطريقها إلى إفريقيا هربا من برد الشتاء، وبحثا عن الغذاء والراحة، بحثا عن الغذاء والراحة. عندي في المحمية العديد من الطيور. به 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 ايه؟ به 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 بجع بط ابو قردان صقر، بجع بط ابو قردان صقر، بجع بط ابو قردان صقر. عندي تنوع نباتات زي ايه؟ زي شجيرات الشيحة المعمرة، شجيرات الشيحة المعمرة. طب ليه بنقول عليها كده؟ علشان فيها نسبة مرتفعة من الزيوت العطرية، ريحتها حلوة يعني. معمرة عشان بقالها مئات السنين موجودة، عشان كده بقول عليها شجيرات الشيح المعمرة. عندي محميات تاني، عندي محمية نبأ، وده مكانها رأس محمد تحت. نبأ اهي في محافظة جنوب سيناء، بس على الجنب اهي مش تحت. ومحمية جبل علبة في محافظة البحر الأحمر. بعد كده أسئلة الدرس اللي متعودين عليها في كل مرة اللي احنا بناخدها وبنحلها. درس النهاردة صغير، فعشان كده مش عاملين أسئلة عليه كتير. أسئلة النهاردة عليه 40 سؤال بس. أشوفكم على خير إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.